الشعب المصري منذ مجتمع واحد إلى قائد، ولكن هذا القائد لابد أن يخرج عن صمته، لابد أن يغضب، لابد أن يدمر هذه الدولة العميقة. يا ابو قلب اعمى والسواد اطران، ازاي رضيت انك تكون حاقد؟ الكره واقف عالضمير سجان، والدم جواك في العروق بارد. من المحال انك تكون انسان لما يموت جواك شعور الإنسانية، لما تتحول كرات الدم في عروقك لمية، لما ضميرك يوهمك ان انت راضي وتبقى لسه بتعتقد انك ضحية انت الهفية. والله انت الهفية، صدقني انت الهفية. ايوه حقيقي مصدقك لساك ضحية، ضحية في عراك بين عقول متغلفة بالغباء، ضحية في صراع المصالح وانت محروم منها، ضحية للي مغشمك ومعشمك، ضحية للي مفهمك انك مناضل او بطل، وانك هتبقى يوم ما ماتك رمز في نشيد الوطن. بس نسيوا يعلموك قبل موتك، وقبل ما تحرق في قوتك، وقبل ما تقتل سكوتك، وقبل ما تنبح في صوتك، وقبل ما تذبح في نفسك وفي أخوك، ولا تحرق ابن عمك ولا أبوك. حقيقي نسيوا يفهموك إنك وطن، أيوة أنت وطن، وإن الشعوب من نسل واحد، وإنك عدمت الإنسانية اللي هتخرج من نخاعك، واللي قتلهم كان غبائك، اللي قتلهم كان غبائك، اللي قتلهم غبائك يا غبي.